في الفيديو ده ان شاء الله حابب اتكلم عن السيجمنتيشن من الحاجات اللي فيه كلام كتير عليها دايما في اي ماركتنج فاندامنتالز كورس او اي كلام عن ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون بتتذكر عند اي حد لسه بيتعلم ماركتنج. والجانب الاكاديميك بتاعها وان كان مهم ولكنه بيتجاهل فكره اهميه الحاجات البراكتيكال اللي المفروض نكون بنعدي عليها علشان نطلع سيجمنتيشن مظبوط. فمبدئيا خلينا نتكلم عن هو يعني ايه سيجمنتيشن. السيجمنتيشن ببساطة هي ماب بنعملها علشان خاطر نشوف السوق بتاعنا متقسم ل نيدز معينة او متقسم ل segments مختلفة، علشان على اساس الكلام ده اقدر ان انا اختار السيجمنتس المناسبه للريسورسز بتاعتي، المناسبه مع الاسبيريشن بتاعت الشركه اللي انا شغال فيها، والمناسبه مع الهيستوري بتاعت المكان، علشان اجري وراها واحاول ان انا اطلع منها اكبر قدر من الفاليو. في نقطه مهمه اظن ممكن تسهل علينا بشكل كبير ان احنا نفهم يعني ايه سيجمنتيشن، وهي ان السيجمنتيشن المفروض تكون هي عندي وعند منافسيني لو احنا كلنا شاطرين وعارفين نعمل شغلنا مظبوط. يعني السيجمنتيشن مش من الحاجات اللي الصح بتاعها ان كل شركة تعملها باسلوبها، لا. واحد زي مارك ريتس هنتكلم على فكرة ان لو الماركترز اللي في الشركات دي كلها شاطرين قوي وعارفين يعملوا شغلهم بشكل مظبوط، المفروض ان السيجمنتيشن بتاعتهم تبقى واحده، لان هما في النهايه هما بيعملوا سيجمنتيشن لنفس الماركت. يعني شيء بديهي ان السيجمنتيشن تبقى واحده لو معموله مظبوط، وفي النهايه هي ماب. فانا بعمل ماب لنفس يعني الجيوغرافي، خلينا نقول فور ميتافورز سيك. فانا بماب نفس الحاجه، فالطبيعي ان هي تطلع بنفس الشكل لو احنا شاطرين ان احنا نعمل مابينج. في نقطه مهمه جدا فيما يخص السيجمنتيشن او فيما يخص تقسيم السوق، وهي ان السيجمنتيشن هي شيء براجماتي قوي، شيء هدفه ان انا اخد اكشن، او هي وسيله بسيطه جدا هدفها ان انا اعمل تارجتنج وبوزيشن نفسي بعد كده في الحته اللي انا عاوز اكون ببوزيشن نفسي فيها. ممكن اكون بعملها باشكال مختلفه مادام بتطلع لي ريلايبل ماب اقدر على اساسها ان انا اخد القرارات اللي عاوز اكون بعملها. فبغض النظر بقى عن الجانب المثالي من ان انا ازاي اسيجمنت صح، والسيجمنتيشن دي هل هي 100% dependable ولا لا، هي بتبقى it's a means to an end. يعني هي وسيلة انا بروح منها للخطوة اللي بعدها، ولكن المهم ان السيجمنتيشن يكون reliable كفاية ان انا اخد عليه خطوات اكون واثق فيها. فيما يخص حتة الديموغرافيكس، مهم ان احنا نبقى فاهمين ان الديموغرافيكس لا تعبر باي شكل من الاشكال عن السيجمنتيشن. انا عندي هنا الديموغرافيكس هي ولكن في شخصيتين مختلفتين تماما تماما تماما. فان انا ارص الديموغرافيكس قدامي واقول متجوز ولا مطلق، مخلف ولا مش مخلف، عنده كام سنة، مش عارف ايه، الكلام ده كله بغض النظر ان هو مش بيعكس الواقع ولكنه مش اكشنبل. انا استفدت ايه لما عملت ورقة قدامي كتبت فيها صفات شخص معين والمفروض يبقى عنده ايه وما يبقاش عنده ايه وحاجات زي كده؟ الكلام ده هيساعدني ازاي ان انا اختار السيجمنت المناسبة؟ it doesn't make sense. التكنيك اللي انا حابب اكون بشرحه النهاردة، ودي حاجة انا استخدمتها مؤخرا في احد البروجكتس اللي كنت شغال عليها، هو ان انا اعمل segmentation based on النيدز اللي بلاقيها في الماركت. وده inspired by تكنيك اسمه سيلز سفاري، عامله واحده اسمها ايمي هوي. هو اثنوجرافيك ميثودولوجي هدفها ان هي من خلال الريفيو مايننج والفورم مايننج بشكل او باخر اقدر ان انا اطلع بينز عند الناس، اطلع حاجات اقدر ان انا اكون بستخدمها في ان انا اقدم منتج مناسب. وده من انجح الحاجات اللي شفتها في الحته دي، فهايلي ريكومندد ان احنا نتشيك سيلز سفاري. ليه شروحات كتير اونلاين وهي ليها كورس. احنا بنعدي على 3 phases علشان خاطر نعمل segmentation based on needs. اول حاجه ان انا بكولكت النيدز، تاني حاجه بعمل لها clustering، وتالت حاجه ببتدي ان انا اختار النيد اللي انا هكون بتارجتها.
الاكشن بتاع النيدز كوليكشن، يعني انا اظن معرفش ده ليه ترم ولا لا، بس انا بسميها نيدز ستيتمنتس. ودي حاجات احنا بنشوفها في الريفيوز وفي الفورums وما الى ذلك. الناس بتعبر فيها عن هي بتدور على ايه، وايه السياق اللي مرت بيه وصلها لان هي تحتاج حاجه زي كده. هدي مثال على الماركت بتاع السي ار امز. لو احنا افترضنا ان احنا بنطلع سي ار ام في الوطن العربي ايا كان شكلها عامل ازاي، وانا عاوز اعمل سيجمنتيشن للماركت بتاع السي ار امز. النيدز هنا بحتاج ان انا الاول اعمل فاليديشن هل هي يونيفرسال ولا لا. يعني مثلا لو انا دخلت على ريفيوز خاصه بفريش سيلز، هاب سبوت، بايب درايف، سيلز فورس، الحاجات دي بتابلاي للماركت بتاعنا ولا مش بتابلاي؟ لو بتابلاي ونفس النيدز كونسيستنت اكروس الجيوغرافيز، فعادي ان انا اروح اجيب تولز وابس او ايا كان البرودكت اللي انا بعمل له سيجمنتيشن، واشوف الناس بتقول عليه ايه، وايه النيد ستيتمنتس اللي موجوده عند المنافسين دول، وابتدي ان انا استفيد منها. ف يعني واحد من الامثله، اول ما فتحت انا عاوز بس اوري مثال على شكل النيد ستيتمنت. بدايه الكلام بنيد ستيتمنت: we have been searching for a CRM that was simple to use out of the box but also flexible enough to match our sales system. دي كده نيد ستيتمنت مذكور فيها الناس دي بتدور على ايه، محتاجه ايه علشان خاطر تختار المنتج ده وما تختارش غيره. ومكتوب هنا السياق بتاع اختيار المنتج. والسياق هنا مهم جدا لان هو بيفهمنا النيد دي ظهرت في انهي بيئة، طلعت امتى وطلعت ازاي. فلو عملنا كده مع هنا انا عندي مثلا تقريبا 2000 داخلين في 3000 ريفيو على سيلز فورس، في 555 ريفيو، هاب سبوت 924، فريش سيلز 103، وده في تراست بايلوت بس. في مواقع تانية كتير وفي فورمز زي ريدت وما الى ذلك يبقى عليها ديسكشنز بالشكل ده. اللي انا اقصده ان احنا بندور على النيد ستيتمنتس دي وبنبتدي ان احنا نجمعها. انا بحب aspire for a representative sample. بالنسبه لي ممكن ده مش as scientific as it gets، بس بالنسبه لي مثلا من اول 200 need statement واحنا طالعين بحس ان الدنيا قادر ان انا اخليها quantifiable بشكل كويس. ف يعني بالنسبه لي 250 300 دي السويت سبوت بتاعت النيد ستيتمنتس اللي انا بحاول اطلعها. بعد كده بنبتدي نعمل للنيدز دي كلاسترنج، يعني نجمع النيدز المتشابهه او النيدز اللي نحس انها بتعبر عن نفس النيد الاعم، ونحطها كلها في كلاستر واحد ونديلها تايتل، نسمي الجروب اوف نيدز ده بحاجه معينه ما دام هم بيسعوا ناحيه نفس الحاجه وبيحاولوا يحققوا نفس الحاجه. وببتدي ادي لكل كلاستر كاونت. فمثلا النيد دي اتكررت او الكلاستر دي اتكررت 50 مره، الكلاستر دي اتكررت 20 مره بس، وهكذا. فيطلع عندي في الاخر عدد معين من الكلاسترز، كل كلاستر ليها كاونت وليها داتابيس عندي من النيد ستيتمنتس اللي اقدر ان انا اكون بستخدمها في المستقبل علشان ادلل على الشغل اللي انا عملته ده. بعد ما بعمل الكلاسترز دي بحتاج ان انا اختار، ودي الستيب رقم 3. فعلى اي اساس بيكون الاختيار؟ في الاساس انا محتاج اختار كلاسترز او سيجمنتس متناسبه او كوهيرنت مع 3 حاجات. اول حاجه واهم حاجه ان هي تكون كوهيرنت مع الاسبيريشن بتاعه الشركه. يعني انا بشتغل باسبيريشنز، بيبقى دي يعني بتحل محل فكره الفيجن والميشن شويه، بس هي مختلفه عنه. فايا كان المكان اللي انت فيه شكله عامل ازاي، انا محتاج ان السيجمنتس اللي انا بختارها دي تكون متماشيه وكوهيرنت مع الحاجات اللي انا مطلعها دي. طيب دي حاجه. تاني حاجه انا محتاج ان الكلام ده يكون كوهيرنت او متلائم مع الريسورسز بتاعت المكان. فما ينفعش ان الريسورسز بتاعتي ما تبقاش متماشيه مع الكلاستر اللي انا عاوز اتارجتها، وتارجتها برضه محتاجه اختار حاجه متلائمه معاه. وتالت حاجه انها تكون متماشيه مع الهيستوري بتاعت البرودكت، لان التشينج بتاع السيجمنتيشن المفروض ان هو يكون جرادوال، ما دام مفيش حاجه تستدعي ان التشينج ده يكون راديكال. يعني انا ما ينفعش اجي والبرودكت بتاعي يبقى ماشي مشرق، يعني واخد شرق، واجي اختار كلاستر مغربه ماشيه ناحيه الغرب، واقول انا هاخد من الشرق دلوقتي واروح للغرب على طول، ايا كان المبرر ايه.
بيبقى في، حتى ولو في وجاهة وفي وجهة نظر منطقية ومعتبرة في ان انا اغرب واخد الكلاستر اللي ماشي ناحية الغرب دي، محتاج اكون بعمل بلان اوف يعني للشيفت دي، والشيفت ده يكون جرادوال. فعشان كده بحتاج ان انا اراعي الهيستوري بتاع المكان والمنتج بتاعه واصل لانهي مرحلة دلوقتي في ان هو يلبي احتياجات السيجمنت التانية. وبالتالي هقدر ان انا اضمن ان الترانزيشن دي تحصل باكتر شكل سموث وريزيلينت وبروفيتبل ممكن. وشكرا.